السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. غبرنا عليكم شويه لاسباب صحيه، احنا رجعنا. مجلس الامن التابع للامم المتحده كيصوت بالاغلبيه لمقترح الحكم الذاتي اللي قدمه المغرب سنه 2007 كحل واقعي والانسب لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربيه. من وراء نتائج التصويت خرجوا المغاربه كيحتفلوا بهذا النصر الدبلوماسي، وخا حنا عارفين ان الصحراء مغربيه. في هذا الفيديو غنطرقوا للحكم الذاتي، غنفصلوا فيه شويه وغنشرحوا الانواع ديالو وغنشوفوا كيفاش المغرب غيطبقوا على ارض الواقع. خليكم معايا، ما تمشيو فين، نتلاقاو من بعد الانترو. من وراء التصويت هذا ديال مجلس الامن بزاف الناس كيسولوا واش صافي تهنينا من المشكل ديال الصحراء، غنتهناو من جبهه البوليزاريو، وبزاف ديال الاسئله. بطبيعه الحال من وراء هذا التصويت هذا المغرب ربح شوط كبير في الدبلوماسيه الخارجيه ديالو، ولكن الطريق مازال طويله. المغرب اليوم كيجني ثمار الدبلوماسيه الهادئه تحت القياده الساميه والرشيده ديال الملك محمد السادس، وواحد جوج الاشخاص حتى هما ما نساوهمش: ناصر بوريطه وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج، وعمر هلال الممثل الدائم للمغرب في الامم المتحده. دابا اجي نشوفوا مقترح الحكم الذاتي اللي قدمه المغرب الامم المتحده. مقترح الحكم الذاتي اللي قدم المغرب هو واحد المقترح قدمه الملك محمد السادس للامم المتحده في 11 ابريل 2007 بهدف حل النزاع المفتعل في الصحراء المغربيه وفي الاقاليم الجنوبيه. شنو هو الحكم الذاتي؟ الحكم الذاتي كيعطي الصلاحيه للاقاليم الجنوبيه انها تسير راسها براسها ويكون عندها برلمان جهوي خاص، ولكن غتبقى تحت السياده المغربيه. وباش نزيدوا نفصلوا اكثر، يعني ان الاقاليم الجنوبيه غتكون عندها برلمان جهوي خاص كيتنتخب ديمقراطيا، وغيسيروا الامور الخاصه بهم والقطاعات الخاصه بهم، مثلا بحال الاقتصاد، الصناعه، التجاره، الفلاحه، التعليم، الثقافه، الصحه، وبزاف ديال القطاعات. وفي المقابل بالنسبه للصلاحيات اللي غتحتفظ بهم المغرب هما الصلاحيات اللي كيتعلقوا باداره الدفاع الوطني بحال الامن الوطني، الدرك الملكي، القوات المسلحه الملكيه، العمله، النشيد الوطني، الرايه، وكذلك المجلس الاعلى للقضاء والدستور. والحاجه الزوينه اللي كيتميز بها مقترح الحكم الذاتي المغربي هو انه مقترح مبني على الديمقراطيه وحقوق الانسان. وفي الخطاب الملكي الاخير اللي كان بتاريخ 31 اكتوبر 2025 الملك محمد السادس غيقول بالحرف ان السكان اللي كاينين في مخيمه تندوف فهم مرحب بهم وسط المغرب وسط خوتهم المغاربه ويعيشوا كوطن واحد. وفي هذا السياق نوجه نداء صادقا لاخواننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لجمع الشمل مع أهلهم وما يتيحه الحكم الذاتي للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية وفي تنمية وطنهم وبناء مستقبلهم في إطار المغرب الموحد. وبصفته ملك البلاد الضامن لحقوق وحريات المواطنين، وأكد أن جميع المغاربة سواسية لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل أرض الوطن. المغرب من وراء ما عطى مقترح الحكم الذاتي سنة 2007 بدأ أول خطوات التنمية في الأقاليم الجنوبية، وبدأ مشاريع كبرى وأوراش كبرى بحال المطارات، المستشفيات والطرق السيارة. وفي الجانب الدبلوماسي المغرب ربح أشواط كبيرة في نيل الاعتراف الدولي بمقترح الحكم الذاتي. وبقيادة ناصر بوريطة أو مول المقص كيف ما كيسميوه المغاربة، قدر المغرب أنه ينال ود العديد من الدول اللي قدرت أنها تفتح قنصليات ديالها في الصحراء المغربية في مختلف المدن ديال الأقاليم الجنوبية. واحد السؤال كنسولوه هو ان شنو غيدير المغرب من بعد التصويت ديال مجلس الامن التابع للامم المتحده. انا في نظري كنشوف ان المغرب غادي يوسع دائره التحالفات ديالو خصوصا مع الدول اللي اعترفت بمقترح الحكم الذاتي، واللي هما الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا، فرنسا واسبانيا. وغنفتحوا واحد القوس باش نوضحوا عمليه التصويت اللي تمت في مجلس الامن التابع للامم المتحده بتاريخ 31 اكتوبر 2025. مجلس الامن كيتكون من 15 ديال الدول، فيهم 5 ديال الدول اعضاء دائمه اللي هما الولايات المتحده الامريكيه، فرنسا، بريطانيا، الصين وروسيا، و10 ديال الدول كتغير. عمليه ديال التصويت فرضت لينا 11 دوله صوتت بالاغلبيه للمقترح الحكم الذاتي، من بينها امريكان، فرنسا وبريطانيا. في المقابل امتنعت 3 ديال الدول اللي هما باكستان، الصين وروسيا، فيما ان الجزائر ما شاركتش في عمليه ديال التصويت. نسد القوس وغنرجعوا دابا للقضيه شنو غيدير المغرب من بعد التصويت الاممي.
بطبيعة الحال المغرب غيبغي ينزل لطاولة الحوار مع الأطراف المتدخلة اللي هما الجزائر، موريتانيا والبوليزاريو، وأن الملك محمد السادس في الخطاب الملكي الأخير دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طاولة الحوار. ومن جهة أخرى أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار. المغرب بطبيعة الحال قابل أنه ينزل طاولة الحوار مع الأطراف المتدخلة تحت الرعاية ديال الأمم المتحدة، ولكن الحوار غيكون على التفاصيل وماشي المبدأ، لأن المبدأ محسوم هو صحراء مغربية. وفي الجانب ديال التنمية المغرب غيكمل المشاريع ديالو في الأقاليم الجنوبية، بحال مثلا ميناء الداخل الأطلسي، طريق السيار ديال تيزنيت الداخلة، وبزاف ديال المشاريع الكبرى اللي غتكون في الأقاليم الجنوبية. ودابا نرجعوا لمقترح الحكم الذاتي. الحكم الذاتي هي واحد القضية ماشي جديدة وماشي غير المغرب اللي باغي يطبقها، بل أن بزاف ديال الدول في العالم مطبقين هذه القضية هذه، وابرزها اقليم كاتالونيا واقليم الباسك في اسبانيا، اقليم صقليه في الطليان، هونغ كونغ في الصين، وبزاف ديال الدول. وبالنسبه للانواع ديال الحكم الذاتي، اول نوع كاين حكم ذاتي سياسي وتشريعي، كيكون فيه الاقليم عنده برلمان جهوي خاص به كيسيروا القطاعات الخاصه ديالهم، ولكن كيبقى خاضع للدوله الام، مثلا كيف ما قلت اقليم كاتالونيا واقليم الباسك في اسبانيا. وكاين النوع الثاني اللي هو حكم ذاتي جغرافي، وهذا المثال هذا مطبق في اقليم الصقليه في الطليان وبعض المناطق الصينيه بحال هونغ كونغ. بهذا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا اللي حاولت نطرق فيه لمقترح الحكم الذاتي المغربي وكيفاش غيطبقوا المغرب في الارض الواقع. ما تنساوش تخليوا لي المواضيع اللي نهضر عليها في الفيديوهات الجايين لتحت في الكومنتير. كان معكم خوكم عماد، نتلاقاو في فيديو جديد، موضوع جديد. تهلاو.